هل ممكن نزرع الخوف في طفل لسه ما يعرفش يعني ايه خوف؟ في سنة 1920 قرر عالم نفس اسمه واتسون يعمل تجربة غريبة جدا على طفل بريء عشان يعرف هل ممكن نخلي طفل يخاف من حاجة عمره ما كان بيخاف منها قبل كده. وقع اختيار واتسون على طفل اسمه ألبرت اللي والدته كانت شغالة كمرضعة في المستشفى، واللي خدت $1 مقابل إن ابنها يشارك في التجربة. في الأول واتسون قدم لألبرت شوية حاجات ما كانش بيخاف منها زي قرد وكلب وأرنب، وأكتر واحد حبه كان الفار الأبيض. في كل المشاهد دي ألبرت مبسوط بيضحك ومفيش أي علامة خوف. بس أول لما بدأت التجربة بدأ الكابوس بالنسبة للطفل. كل مرة الطفل ألبرت كان بيمد إيده على الفار الأبيض، واتسون كان بيخضه بصوت معدن عالي جدا. ألبرت بدأ يعيط، وكل ما يحاول يلمس الفار يتكرر الصوت، وبعد شوية بقى يبكي من غير أي صوت. كان بمجرد ما يشوف الفار يعيط. وبعديها وروه الأرنب، لكن المرة دي ألبرت بدأ يعيط فورا وحاول يبعد عنه. وبعد كده جابوله الكلب، وكانت ردة فعله إنه خاف منه برضه. وفي الآخر الدكتور واتسون لبس قناع أرنب وحاول يقرب من الطفل ألبرت، ولكن ألبرت قعد يعيط برضه. وبعد التجربة واتسون رجع الطفل ألبرت لأمه، بس من غير ما يبلغها أي حاجة عن التجربة، وكمان ما عملوش علاج معاكس عشان يخلصوه من الخوف اللي زرعوه فيه. وفي النهاية التجربة دي فعلا أثبتت إن الخوف ممكن نزرعه في الإنسان. بس السؤال المهم، هل كان يستاهل إن طفل بريء هو اللي يدفع الثمن؟ اكتب لي في الكومنتات رأيك. سلام.